السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى معايا في قناة أنس الجزائرية. اليوم بإذن الله بغيت نشارككم كيكة مختلفة تماما عن الكيكات اللي قدمتها من قبل. هي من أروع الكيكات صراحة وصدقا، تحفة، لا في الذوق لا في المنظر. ما نحكي لكمش، يعني تاكلوا منها ما تشبعوش. هي عبارة عن عجينة الشو. نحضروا عجينة الشو ن... على على طريقة ليزيكلير، يعني نطيبوها ونطلعوا بها الكيكة نتاعنا. راكم تشوفوا هنا كيفاش خرجوا ليزيكلير خاويين من الداخل، ناشفين، يعني ما شاء الله. تبعوا معايا اخواتي الخطوات، وان شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو وتعجبكم الوصفة وتجربوها وتردوا لي في التعليقات بإذن الله. نبدو كما قلت لكم اخواتي بتحضير عجينه الشو. عفوا اخوات اللي يقولوا لي ديري لنا بالكاس، نقول لهم عفوا. الحلويات الفرنسيه والاجنبيه تستلزم الميزان، ما عندناش كيفاش نديروا، الله غالب. راكم تشوفوا ها هما المقادير مكتوبين على الشاشه: 125 مليلتر حليب، 125 مليلتر ماء، 5 حبيبات بيض. الحبه بيض توزن بالتقريب 50 غرام، يعني هذه كما راني مبين لكم بيديه غير هكذاك باش تشوفوا بالميز. عندنا 100 غرام زبدة، عندنا 150 غرام فرينة أو طحين، عندنا ملعقة كبيرة سكر وربع ملعقة صغيرة ملح. نحطوا كل شيء في كاسرونة سوائل، يعني الحليب مع الماء، نزيدوا معهم ملعقة تاع السكر، نزيدوا الملح، نزيدوا الفانيلا للتنسيم، وقطع الزبدة، ونحطو كل شيء فوق النار حتى تذوب معنا الزبدة وتسخن معنا، يسخن معنا الخليط، ونرجعو نضيفو الفرينة خارج، يعني خارج النار ماشي فوق النار، عفوا. الفرينة نصيحة لما نضيفوها نغربلوها باش ما ديرلناش كويرات في العجين ويغبلنا فيما بعد. هكذاك دوك تشوفوا بسرعة غادي نتحصلوا على العجينة من دون أن تتشكل معنا كويرات. أثناء الخلط الفرينة غادي قاع تشرب معانا هذوك السوائل اللي موجودة حتى نتحصلوا على عجينة تلتصق في الإناء. الآن نحطوا هذه العجينة فوق النار ونواصلوا في الخلط حتى تنشف معنا تماما العجينة من الماء. خاصها السر باش ينجح معك لي زيكلير ولا لي شو، أنه العجينة لازم الماء اللي فيها يتبخر تماما، تبقى طرية فقط بالزبدة يعني اللي درناها. بعد مرور تقريبا واحد 3 دقائق هكاك نتحصلوا على هاد العجينة. لازم نحوها من الإناء هذاك الساخن ونحطوها في إناء آخر، وندربوا العجينة نتاعنا سواء كما أنا راني ندير بالبيتخان ولا بالدراب الكهربائي. في هاد العملية منها غادي العجينة تاعنا تبرد معنا، ومنها غادي نضيفوا البيض حبة بحبة حتى نكملوا ال5 حبات كاملين ونتحصلوا على عجينة رخوة. راح تشوفوها معنا كيفاش. هذه هي العجينة اللي تحصلنا عليها، راهي جاهزة الآن باش نشكلوا لي زيكلير. لما نديروا الخط هكذاك لازم يولي لكن ببطء، يعني ماشي بالخف، وإلا فغادي العجينة تكون معنا خفيفة، يعني معناتها زيدنا البيض. تشكيل لي زيكلير يكون في ورق الزبدة باش ما يلصقوش معانا ويخرجوا لنا ملاح. نكمل انا التشكيل حتى نكمل الكميه كاع اللي راها عندي. هذاك المنقار هذاك في الاخير اللي يبقى معايا لازم عن طريق الاصبع والماء نطرحوه هكاك باش ما ينحرقش معنا في الفرن. لما يطيب نحطوها في فرن 180 درجة حتى نشوفوها حمارت تماما ونحسوا بها طابت. نطفوا الفرن ونفتحوا الباب تاع الفرن ونديروا ملعقة خشبية حتى يبرد تماما معنا. هاد العملية تساعد باش لي زيكلير ينشفوا من الداخل ويجونا خاويين. الآن نحضروا الغاناش عندي 200 غرام شوكولا، زدت عليها تقريبا نصف كأس كريم فريش كريمة سائلة وقطعة من الزبدة.
ذوبت الكلش يا اما في حمام مائي او في الميكرووند حتى تحصلنا على هذا السائل. الان ندخلها للثلاجه ونقعد كل 10 دقائق نخرجها ونحركها بالشوكه الى حين نتحصل على غاناش نزينوا بها الطرطه تاعنا. الكريمه احتاجيت 500 غرام كريمه سائله، السكر من 4 معالق كبار حتى ل5 معالق، ندربهم مليح. وضفت الجبن ريكوتا، الجبن اختياري، تبغي تضيفي بتي سويس، تبغي ما تضيفي والو تخلي غير ديري غير غبرة شونتي مع الحليب كيما تبغي. المهم كريمه اللي تبغيها انتي. ها هما لي زيكلير وجدوا معانا، راكم تشوفوا فيهم الشكل تاعهم كيفاش. انا صغرتهم لاني غادي نصنع بهم كيكه. تبغي تستعملي تحضري دي زيكلير اللي موالفين ناكلوهم، تكبري الحبه شويه. الان اخذت اناء غلفته بالورق البلاستيكي، طبعا علاش؟ باش كي من بعدها ننزعوا الكيكه ما تغبناش تديمولا بسهوله. نرفدوا هذوك لي زيكلير تاعنا، نغطسوهم في الكريمه ونحطوهم في الاناء، نستفوهم حبه حدا حبه باش نملؤوا كاع الفراغ. يعني هذه الطبقه الاولى. من الداخل غادي يقعدوا من العاده لي زيكلير نعمروهم من الداخل، لكن في الكيكه هنا هذا هو الفرق، اننا نخلوهم فارغين من الداخل ونرمدوهم او يعني ندخلوهم في وسط الكريمه. هاهي فتحت لكم حبه باش تشوفوها كيفاش راهي خاويه من الداخل وناشفه. الان نحط طبقه خفيفه نتاع الكريمه ونعاود نحط لي زيكلير اللي بقاو لي ثاني بطبقه ثانيه وطبقه ثالثه الى ان انهي الكميه كل اللي راهي عندي تاع لي زيكلير. اذا بغيتي مول اكبر من هذا لازم عليك تضاعفي الكميه اللي درناها تاع المقادير. بعد ما نكمل الثلاث طبقات اللي راهم عندي، راح نسرع شويه الفيديو باش تشوفوا كيفاش يعني كملت الثلاث طبقات. في الاخير من الفوق يعني لازم نديروا لي زيكلير لكن من دون ان ندخلوهم في الكريمه، نخلوهم ناشفين، لانهم هما اللي غادي يكونوا الطبقه السفلى نتاع الكيك. لما نقلبوه باش لما كي نقلبوها نحطوها في صحن ولا يبقى لنا من الاسفل طبقه يعني ناشفه، ماشي معمره بالكريمه. كيفاش نديروا هذه الطبقه الاخيره؟ ناخذوا حبه تاع لي زيكلير نفتحوها بالطول في النصف على هذه الطريقه، ونستفوا هادو النصاص هادو اللي عندنا تاع لي زيكلير على هاد الطريقه. نغلفوها وندخلوها للثلاجه تبرد. لازم تبرد مليح، اذا خدمتيها الصباح حتى العشيه تنزعيها، واذا خدمتيها في العشيه الغدوه من داك عاد تنزعيها باش الكريمه تجمد معانا مليح. نزحت قلبتها الصحن، والان راني نزين فيها بكريمه الغاناش اللي قلت لكم الشوكولا. كل 10 دقائق نخرجوها ونخلطوها بالشوكه تحصلوا على هذه الكريمه اللي راكم تشوفوا فيها، تجي رائعه في التزيين. ومن بعد غربلت من الفوق الكاكاو المر، لمسه فقط كذلك للتزيين، زادت بهات هذا التورته. نصيحتي اخواتي جربوا هذه التورته، صدقوني تحفه، من ألذ التورتات اللي جربتهم يعني واللي خدمتهم. تجي ما شاء الله، حتى في التزيين تجي رائعه. يعني ما اضطريتش اني نغلفها تماما بالكريمه، خليت هكذاك حفرات هكا فيها وكلش، وجا منظر تاعها جميل بزاف. اخواتي ما تنسوش تدعموني دائما بالاعجاب باش الفيديو تاعي يطلع في المشاهدات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.